الحلقة رقم 34 من بسمة عمل. الشغل مش كورة ترميها لغيرك. في أي فريق هتلاقي النوع اللي دايما عنده مهارة غريبة، يرمي أي مسؤولية على غيره وبيتظاهر دايما إنه مشغول قوي. أحكي لك بقى على عمنا فادي، كان شغال في قسم المشتريات. كل ما يجيله طلب عاجل من الإدارة يختفي فجأة، مرة عند اجتماع، مرة محتاج موافقة من فلان، ومرة دي مش مسؤوليتي. المضحك بقى ان لما تحصل مشكلة بيبقى اول واحد يقول انا ما كانش ليا دعوة، انا مالي، مش بتاعتي. الموقف بقى اللي انهى قصته، كان في صفقة كبيرة محتاجين نكمل اوراقها بسرعة، وفادي كان الشخص الوحيد اللي معاه البيانات. ساب الموضوع ورماها على زميل تاني وفات الميعاد والصفقة راحت. كان متخيل ان البيانات اللي معاه مع غيره، او بمعنى اصح حد ممكن يقوم بالمهام بتاعته، ولكن لما الصفقة راحت فادي كان معاها بره الشركة. الرسالة بقى لحضرتك، الهروب من المسؤولية بيكلفك أكتر من أي خطأ. حتى لو أخطأت من فضلك تحمل النتيجة، تحمل إن أنت تكون مسؤول، لأن ده اللي بيكسبك احترام الناس. وتوصية بسيطة خالص ليك النهاردة، لو مش قادر تعمل المهمة اطلب مساعدة من حد، قول له مش قادر، مديرك، زميلك، حد تحتك كمان. خد مسؤولياتك بوضوح، بس ما استخدمهاش حجة للهروب. افتكر ان تحمل المسؤولية هو اسرع طريق للثقة والترقية. الهروب من المسؤولية سباق خسران حتى لو كنت اسرع عداء. سؤالنا المعتاد، اخر مرة كنت قدام مهمة صعبة واجهتها ولا رميتها على حد تاني؟ وعايزك تجاوب السؤال ده بجد ما بينك وبين نفسك، وتجاوبه بصدق. اشوفكم في حلقة جديدة من بسمة عمل.